لو فاكر انك اسد جوه البحر ملكش لازمه. لو عاوز تبقى ضبع ضد اسد ملكش لازمه. لو حتى تمساح بره الميه ملكش لازمه. لو تبقى فرة تخاف من قطه فبرضه ملكش لازمه. لو كنت شمعة وسط دول، لو كلمة حق وقلة ذوق، لو شايف دايما نفسك وعينيك في الناس من تحت لفوق، لو بتغرق مش هتفيدك نفسك هيفيدك التوب. لو كنت رقم وسط حروف، لو كنت جريء جواك خوف، لو عارف انك غلط ليه سايب تتحكم فيك الظروف. لو انت حاجة من دول تأكد ملكش لازمة. فكر انك تبقى حاجة واحدة ليها لازمة، مش بس وقت أزمة بعدها بتروح. فكر انك تبقى انت وقت ما حد يزعل او يحزن يجيلك انت وقلبك مفتوح. ما تكونش حاجة زي غيرها ليك او من غيرك ممكن يعملها. خليك انسان، ما تقولش غير حاجة مختلفة غيرك مش هيقولها وانت الكسبان. اتعلم من اخطائك، شوف بقى مين اخدك وباعك وانت ضيعت في احلامك في الاخر دار. اتكلم ما تاخدش في بالك، فكر من الاول علشانك ايامك الحلوه جايالك، ما تقولش هزار. لو كنت عايش فعلا لك قيمه خرجها، وعرف كل الناس حواليك ان انت نفسك هتقدرها. علشان تجبرهم على احترامك لازم يكون نتيجه اعمالك، واكيد دي حياتك قررها. لو صوتك عالي في حته هدوء، دايما مشغول بالك وعقلك مش بيدوب من اي قصه حب جامده موت، لا وغير كل الموجود. هقولك اسف كلامك مش مظبوط. لو انت مت دلوقتي وليك امنيه، اكيد حاجه واحده ترجع تاني الدنيا علشان ربنا يسامحك، ودي احلى امنيه. طب ما انت عايش في الدنيا وصدقني ملكش لازمه. يا اللي انت قاعد متآمر تدي اوامر بس وشايف ناس بتضيع وتموت وكوارث وانت عامل في المسجد ساجد. قرب واعرف وتعامل، خليك حقاني مش لازم تجامل، الخير بيدوم وربك شاهد. يا اللي انت بتدي نصيحه وتروح تحكيها وبتبقى فضيحه وتقول بداريها علشان دي امانه. نصيحه مش لازم اعمل بيها، عموما تشكر ليها، لكن تفضحني اكيد دي خيانه. يا اللي انت حياتك زي كتاب فاضي مفهوش ولا كلمه، قررت ان انت تكتب فيه كلمه كلمه. نصيحه مني اقولها لك عن نفسي انا بعملها، اكتب بالقلم الرصاص علشان كل غلطه تغلطها تقدر تمسحها وحياتك تفضل حلوه. واكيد كل غلطه تعملها تتعلم منها، ويوم ما تيجي تكتبها تاني هتفكر وهترفضها، هتفكر وهترفضها. لو كنت حافي وسط الصحراء معاك فلوس كتير وطاير من الفرحة، والشمس عليك حامية مفيش ضلة تقف فيها، هتحط فلوسك على الأرض وهتدوس عليها. لو دكتور سايب عملية، لو كنت محامي سرحان في قضية، لو كان الشعب جعان وانت رئيس جمهورية، والله مالكش لازمة. دايما خليك فاكر عمرك بيفوت بشروط انك تعمل حاجة مفيدة قبل ما تموت. اختيارك بيكون بدماغك، تفكيرك ده اكيد بايديك، الخطوة اللي انت بتعملها محسوبة عليك. اكبر دليل هقوله حكاية اتنين اخوات عايشين مع اني مش محتاج دليل، كلام واضح وسليم. واحد عاش طول حياته يصلي ودايما يعمل خير، والتاني عاش يغضب ربه في كل حاجة وذنوبه كتير. قالك انا نفسي اجرب مرة اصلي هيحصل ايه، ما انا عشت حياتي بكل ما فيها ما عدا الصلاة، طب ليه؟ والتاني قال طول عمري بصلي والله بتكل عليه، انا عاوز بقى اجرب يوم من عمري ما اصليش فيه. بعد ما اختاروا حياة اليوم وبيستعدوا ليها، ماتوا الاتنين في نفس اليوم ما بقاش في حياتهم ليلة. لو عشت طول عمرك بتصلي وربنا عنك مش راضي هتموت وانت مالكش لازمة.